دلوقتي لجنة الموازنة في مجلس النواب بتقول إن تكلفة اللاجئين 6 مليار، ولو إن كان قبل كده قالوا إن هو 10 مليار. طيب خلينا 6 مليار، وقالك إن هي مرشحة للزيادة ل7 مليار، وقالك كمان إن هي في الموازنة الجديدة. نخلي بالنا بقى وكم شرطة وكم خط تحت الموازنة الجديدة 2025 2026 إن هي مرشحة للزيادة نظرا لأعباء وجود اللاجئين. طيب يعني أنا عايزة أفهم الموازنة ديت، مش هي موازنة الشعب المصري برضو ولا موازنة اللاجئين، ولا الشعب المصري بملحقاته من اللاجئين؟ وبعدين معنى كده ان هي في الموازنة الجديدة، معنى ان كده ان اللاجئين مستمرين معانا، ان هم خلاص بقوا ايه، من ضمن الشعب المصري، بتحط لهم موازنة وقاعدين معانا وتحطوا جزء من الموازنة. بعدين بيقولك ان هم وصل عددهم ل8 مليون، من ل8% قصدي من الشعب المصري، من تعداد الشعب المصري. وفي مقولات اخرى بتقول ان هم 10% من تعداد الشعب المصري. طب ده يعني ازاي يعني؟ على اي اساس يعني؟ على اي اساس ان هم يخشوا في التعداد بتاعنا؟ وطبعا ال10% دول على بال سنة ولا اتنين هيبقوا 30 و40%، لان دي ناس بتخلف بال10 عيال. وبعدين فرحانين قوي، قالك التعداد المصري الحمد لله نقص. ما بقاش اول مرة في التاريخ ان التعداد المصري، ان التعداد المصري يقل. يا فرحتي، يعني انتوا ايه مقصود العرق المصري يعني يختفي؟ وعلى فكرة التعداد المصري قل لأن الناس معهاش فلوس لا تتجوز ولا تخلف، والشباب بقى يهرب يسافر ياكل، يلاقي يدور على أكل عيش، لأن هنا في اللاجئين الحلوين، الضيوف الحلوين اللي معرفش مضايفينهم على حساب أبونا ليه. ويعني مش فاهمة، هو فرض أمر واقع يعني؟ ويضيفوهم بأي مناسبة؟ وفرحانين قوي الاتحاد الاوروبي اداهم 4 مليار. طب ما انت بتقول ان انت بتصرف عليهم ما انت بتقول اهو ان انت بتصرف عليهم، زي ما بتقول مرة تقول 6 مليار، مرة 7 مليار، وكنت قبل كده قايل 10 مليار، وفرحانين بال4 مليار. يعني احنا المهم نمد ايدنا ناخد اما الاتحاد الاوروبي يدينا، فاحنا البركة جايلنا بقى ان احنا خدنا شحاتة 4 مليون. لكن لما يبقوا نطلعهم من هنا، من داخل ارضنا، من داخل بلدنا، ونظبط امورنا، لا. ازاي؟ ما احنا لازم نبان كده بنمد ايدنا، عشان خاطر برضو الضيوف الحلوين الامامير يقولوا لنا يا شحاتين يا مش عارفه ايه. وبرضو اي بلوه معدي من اي حته، اللي هو مش عايزين يستضيفوا ولا واحد عندهم من اللاجئين، اللي هم قافلين اصلا من اول ازماتهم، وهم قافلين خالص على بلادهم، قاعدين برضو يقول لك يا شحاتين، اصل مصر دي بلد الشحاتين. اه بلد الشحاتين، عشان خاطر بنستضيف ناس ملهاش 30 لازمه ونقلل من المصري للاسف.